لو هنصحك نصيحة واحدة في الدنيا دي، وهتكون أهم نصيحة في الدنيا هتسمعها وآخر نصيحة في الدنيا هتسمعها، فأنا هقولك قرب. قرب من مين؟ قرب من ربنا. ليه تقرب من ربنا؟ لأنك مالكش غيره. ليه تقرب من ربنا؟ لأنك مفيش حد هيفيدك ولا هينفعك ولا هيضرك إلا هو. ليه تقرب من ربنا؟ لأن محدش هيقدمك خطوة في حياتك إلا هو. قرب من ربنا في أي حال أنت واصل له يا عم. قرب من ربنا أيا كانت إيه البلوى أو المصيبة اللي أنت بتعملها. قرب من ربنا أيا كانت إيه ذنوبك. والله أنت محتاج له وهو مش محتاج لك. الله غني عنا، احنا اللي محتاجين لربنا سبحانه وتعالى. قرب من ربنا ايا كانت ايه البلاوي اللي انت عملتها في حياتك. لو ما بتقرأش قرآن افتح مصحفك واقرأ فيه. اعمل اي حاجة ترضي ربنا عنك. انت محتاج لربنا وربنا مش محتاج لك، وانت مجبر على ده. انت مش مخير، انت مسير على ده. انت محتاج لربنا سبحانه وتعالى. ما تسلمش نفسك للشيطان وتفضل واقف عند نفس السلمة وانت عارف ومتأكد ان السلمة دي غلط، وانت عارف ومتأكد ان السلمة دي بتبعدك عن طريق ربنا مش بتقربك ليه. روح لحد انت عارف ومتأكد ان هو كويس، قول له وجهني، قول له انصحني، قول له خدني معاك لطريق ربنا يا عم. ما تفضلش واقف في نفس المكان وانت عارف ان ربنا مش هتنول للرضا وانت واقف في الحتة دي ابدا. ما ترضاش باللي انت فيه وتقول انا كده، انا ربنا خلقني مش كويس، ربنا خلقني صايع، ربنا خلقني بتاع بنات، ربنا خلقني فيه حاجة مش كويسة. قرب لربنا وتحرك لناحيته علشان ربنا يحرك الدنيا كلها ناحيتك. قرب لربنا عشان ربنا يحرك العالم والخير كله ناحيتك. دي كانت اغلى نصيحة حد هيقدمها لك في حياتك. لو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.